السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، يا رب تكونوا جميعا بخير. احنا طبعا يعني بعد غياب وانقطاع كبير جدا جدا من التحليلات الاقتصادية للمشهد العالمي والمشهد المحلي، لأهم المحركات للاقتصاديات ومحركات للأسعار العالمية والمحلية على كل الأصعدة، بتتناوب ما بين الدولار والذهب والعقارات والسيارات والنفط والقطاع الاستثماري في التطوير العقاري. كل هذا وذاك وغيره من هذه المكونات وهذه العناصر هي المحرك يعني الطبيعي اللي بيحرك الاسعار داخل اي اقتصاديات لاي دوله في العالم. خلينا نخش مع حضراتكم على طول. احنا طبعا دلوقتي في ظل هذه الساعات طبعا الامور بتتغير والشواهد سريعه جدا والمتغيرات اسرع، وفي قرارات وفي مؤشرات كبيره جدا عالميه بتحرك المشهد في اتجاه عرضي. ده طبعا يهمني جدا ان جمهور فكر اقتصادي، الجمهور اللي بيتابعني لازم يكون واعي كويس جدا جدا بكل حاجه بتحصل، خاصه في التحركات او المحركات اللي بتحرك الاسعار على مستوى العالم. طب ليه احنا بنقول كده؟ وايه فايده الكلام ده؟ وايه بنربطه بخالتم فوزيه اللي هي بتشتري البطاطس في المطبخ؟ كل الكلام ده وهنحاول قدر المستطاع ان احنا نغطيه. نمسك الاول حاجه كده بالنسبه للذهب. الذهب طبعا عشان نعمل استقراء سريع جدا ونقول التوقعات بتاعتنا، يهمني جدا ان انتوا تبقوا فاهمين الطلعه بتاعته ماشيه ازاي. الذهب دلوقتي طبعا طالع وياخد اتجاه صعودي نسبة للمؤشرات، وقلنا يا جماعة ان احنا بيتحكم معانا في دايرة الذهب عموما على كل الاصعدة. يعني ما حدش بقى يقول اصلا الناس اللي بتقول الذهب ما حدش عارف له، لا، الذهب ده علم ومدرسة كبيرة جدا جدا جدا، وخاصة الناس اللي متابعانا في فكر اقتصادي لما بتعرف القصة والحدوتة بتبقى مرتاحة وبتبقى عارفة هي رايحة فين. الذهب دلوقتي واخد صعود، يعني كان بعد رحله الهبوط التصحيح اللي كان واخدها لمستويات يعني كانت مستويات متلاحقه نسبه لعدم التاكد من صحه قرارات جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي الامريكي، اللي هو اصلا اي كلمه بيقولها واي حرف بيقوله اي حركه بيعملها بتحرك اقتصاديات العالم كله. طبعا الناس مش فاهمه الحدوته دي انا بفهمها مع الوقت، والتكرار طبعا بيعلم اكتر يعني. فالحاج جيروم باول قدام حاجتين: سياسه، يا اما السياسه يخفض فيها سعر الفايده ودي ليها قصه كبيره جدا، والسياسه ان هو يعني يحارب التضخم المستورد اللي انا قلت قبل كده لا ست جيروم باول ولا جده ولا خالته ولا عمته ولا بنت خالته اللي تطلع من التربه عشان تغير قصة التضخم المستورد اللي هو اصلا بسبب الحروب والازمات اللي مفتعلاها برضو القصة بتاعت الحاجة بتاعتهم دي. فإن لم تهدأ الامور لن ينطفي هذا التضخم المستورد، وكنت بقول هذا الكلام بناء على بينة وعن علم، مش كلام كده وخلاص. فالنهاردة انت بتستخدم كل الاساليب وكل التصريحات عشان خاطر تخفض يعني يطمن المستثمرين اللي عندهم هناك في امريكا، وده اللي بنعكس دلوقتي زي النهارده على اسعار الذهب العالميه في مؤشر من اهم المؤشرات، مؤشر التوظيف اللي طلع النهارده مرتفع، اللي بيقول لي ان في بطاله يا حاج جيروم باول موجوده عندك نسبه للركود الاقتصادي اللي موجوده عندك، نسبه لان مفيش اي محرك للاستثمار اللي في امريكا. طبعا الكلام ده يولع فيه اللوبي هناك، هيولع فيه اللوبي الامريكي، لازم هيولع في جيروم باول ده لو ما استخدمش او ما اتجهش لسياسه خفض سعر الفايده النهارده. عشان نقول ان هو هيخفض بمزاجه، لا مش بمزاجه، ده كده غصب عنه. هنقول عشان يخفض اصلا عشان خاطر موضوع التضخم بيقل، لا التضخم في امريكا ما بيقلش، ومؤشرات التضخم في امريكا وهميه، وجيروم باول بيقول ان احنا نقترب من ال 2% ومحتاجين ان احنا نتاكد. انت مش متاكد حضرتك، انت مش متاكد، انت عايش في ميه البطيخ اللي يعني اللي الوحل بطيخ بتبقى نظيفه. ليه؟ بيعمل لاول مره في تاريخ العالم الفيدرالي الامريكي بيطلع بيانات مضروبه يا جماعه. الله اكبر، تضخم عند امريكا بينزل ل 2%. بمناسبه ايه حضرتك؟ بمناسبه ايه اصلا انك تقول لي 2% وانت عندك مؤشر التوظيف عندك عالي يا عم الحاج؟
انت النهارده مؤشر التوظيف كان عندك يعني مؤشر المستهلكين طالع، مؤشر المبيعات طالع، مؤشر المنتجين طالع، السندات طالع، لا كل المؤشرات اللي طالعه دي كمان كلها في اللي طالعه، وانت جاي تقول لي انا هخفض. فانت التخفيض اللي هيعمله ده تخفيض اضطراري، في كل شيء عمال يثبت في مين؟ يثبت في الجماعه اللي هم ايه؟ اللوبي وقطاع الشركات والقصه اللي عنده عشان خاطر يلم الدور. انعكاساته ايه على الدهب المعدني؟ يرفع الدهب. في ايه؟ طول ما بيقول حاضر انا اهو يا جماعه. بس عارف انت لما تكون انت واقف على اول الشارع وواحد مستنيك وتقول له 3 دقائق بالظبط، انا ما بيني وما بينك دقيقه، وانت اساسا ما بينك وما بينه ساعه. انت يعني طول ما هو قاعد عمال بيعمل حاله من القلق اللي بيعملها. والنهارده طبعا هيطلع بالليل الساعه 10 بالليل بتوقيت النهارده، توقيت مكه، تمام؟ فللاسف الشديد طبعا هيدرمغ الدنيا اكتر على الدولار اكتر ما هي متدرمغه. طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ بقول عشان هو ده الجزء الاوحد اللي بيحرك الذهب صعودا وهبوطا. مفيش حاجه دلوقتي، عرض وطلب، عرض وطلب، مفيش عرض ولا طلب عالمي دلوقتي. البنوك العالميه دلوقتي خلاص كده وقفت البيع والشراء دلوقتي بالنسبه للذهب. كل واحد دلوقتي مدفي كتاكيته. بالنسبه للصين ما اشترتش وقال لك يا عم وقف الحدوته على كده مش هنشتري خلاص. يبقى اذا مفيش سحب طالع ولا في عرض جه داخل. يبقى اذا انا عندي كده ده مؤشر بيقول لي كده ان كل اللعب اللي بيجي، كل الحاجات اللي بتحصل وكل الافلام اللي بتحصل في الذهب العالمي رايحه فين؟ رايحه في اتجاه صعود يا فندم بعد اذن حضرتك. عشان كده انا بقول لحضرتك يا خالة ام احمد، يا خالة ام بطه، يا خالة ام فوزيه. شوف انا بتكلم الكلام اللي في الاول ده عشان اوصل لخالتي فوزيه. بقول حافظي على الذهبات اللي معاك يا امي. مش كل لما حضرتك تلاقي الذهب طالع تجري تقول يلا يا بنت روح بيع الذهبات عشان خاطر نجيب مش عارف. وقلت ان الذهب اصلا للزمن، والذهب اصلا ما ينفعش انك تفرط فيه الا لما تظهر فرصه استثماريه تجب موضوع الذهب. والكلام ده انا قايله من ايام تحتمس سلم لي الورقه ومات ومع السلامه الله يسهل له. لكن انا بقول لحضرتك خلي بالك ما تخليش اي حد يشتغلك. النهارده الناس اللي راحت بقت عند ال 2200 عند 2300 ذهب 21 اسف 3000 و 3200 3100 بيغنوا دلوقتي الصبر في الملاحات. وقلت الكلام ده 1000 مره. الناس اللي اشترت في العالي اللي راحت اشترت عند 3600 3700 اللي اتضحك عليهم، قلت لهم يا جماعه بعد اذن حضراتكم الصبر ان الله مع الصابرين اذا صبروا. انت حضرتك مش محتاج انك تروح تجري تبيع بالخساره عشان تعوض خساره. ده رايحين تسمعوا لي كلام ناس اصلا فشله بمعنى كلمه فشله، قاعدين لي 24 ساعه على اليوتيوب. لو ورا ده احنا بنطلع البيان بنطلع نقول التحليل بتاعنا كل شهر. ما انت عارف انت بقى لما انا اروح اقعد على الانترنت ويقول لي والله ايه في واحد قاعد 24 ساعه بيعمل لايفز على الانترنت. طب انت يا ابني الناس ليك بيزنس؟ طب ما بتتابعش حتى ليك بورصه بتتابعها؟ طب مالكش اي مؤشرات في اي حاجه انت بتتابعها تشغل وقتك؟ لكن 24 ساعه عمال يبث للناس كلام غلط لغايه لما الناس اتورطت. روح بيع الذهب يا ابني، روح اشتري الذهب يا ابني، روح اعمل الذهب. انت يا ابني انت وهو اللي عمالين يقولوا الكلام ده. طبعا الناس متورطه وداخله في بلاوي سودا. ناس باعت يقول لك ايه فتوى يعني عايز اقول لكم تودي في 60 داهيه. اشتريت يا فندم واحده بتسال احد الخبراء العظماء الكبار بيقول له اصل احنا اشترينا عند 3800 نعمل ايه عشان خاطر نقلل الخساره؟ يقول لها روحي بيعي الذهب بتاعك وهاتي بالنص اشتريه وتبقي تعوضي الفوارق في اللي جاي. الله عليك يا بطل، الله عليك وعلى اليوم اللي انا يعني مش عايز اتكلم عشان بس ايه وقت البث. فيا جماعه انا بقول كده ليه؟ عشان ده شقه ناس يا اخوانا، تمام؟ يعني انا النهارده لما اتكلم مع خالة ام احمد، خالة ام فوزيه اللي كل حيلتها حته الخاتم اللي جايباه للبنت ولا هي لابساه، وتسمع بس ان الذهب بيتهبط تروح تبيع، ولا راحت اشترت عند ال 2000 عند ال 3600. هادي النيله يا بنتي الذهب مش نازل، انزل تروح بيع الذهب على المدى البعيد حافظ لقيمته. وخدعوك فقالوا يا فندم ان الذهب هو العمله اللي بتحرك الفلوس. الذهب بيحفظ قيمه الفلوس. تحرك قيمه الفلوس يعني ايه؟ يعني يقول لك الذهب استثمار. غلط. الذهب ليس استثمار الا في حاله واحده، الا من خلال صكوك التداول، من خلال الدفع بالانصات عبر التداول، عبر منصات التداول العالميه. دون عن ذلك حضرتك بيحفظ قيمه الفلوس. حضرتك ازازه الزيت اللي انت كنت رايح تشتريها يا خالة ام احمد، رحت اشتريتيها كنت بتشتريها النهارده ب 100 مثلا بجنيه، هتشتريها كمان هو الجنيه اللي مع حضرتك خدتيه
جمدتيه في ذهب، اتنقل معايا الشهر الجاي مثلا بقى ب 10 جنيه، لما تيجي تفك ال 10 جنيه يا ام احمد عشان تشتري ازازه الزيت هتلاقيها بال 10 جنيه يا ام احمد. يعني انت فاهم؟ يعني انا بتكلم كده ليه؟ بتكلم عشان احنا مربطين حياتنا بالقصه والحدوته، وان كل واحده جايبه غويشه جايبه وبعدين ابعدونا يا اخوانا عن المشغولات يا اخوانا. يزعل بقى من يزعل يعمل المشغولات دي للناس اللي هي الناس اللي عايزه تجيبها فانتاستيك، حاجه كده بهرجه، حاجه كده باخدها والله الراجل عايز يدلع المدام، اهلا وسهلا يا فندم اشتروا احسن حاجه والبسوها، بس ابعدونا عن الفصوص، ابعدونا عن المشاكل اللي موجوده، السوست اللي كلها اللي داخله فيها نحاس وداخله فيها حديد. الكلام ده هو كلام قولا واحدا، كلام في غش، وكلما زاد المعروض كلما زاد السعر في الذهب كلما زاد الغش قولا واحدا. مين بقى الغش عند مين؟ عند الناس اللي بتتلاعب. اما كتير جدا من الناس اللي بتشتغل في الصاغه ناس محترمه وناس ولاد ناس ومصانع محترمه وناس كلها شغاله كويس. فاذا يا فندم محدش يضحك على حضرتك، وانا بقول اهو مفيش مره طلعت فيها اقول يا اخوانا روح بيع الذهب بتاعك، ما تبيعوش الا غير ما تكون في فرصه ثانيه تلحق تشتري فيها. فرصه الذهب متاحه عند بمعيار ال 21 لغايه 3200 ما اقل هذا المستوى. هذه فرصه لا زالت الفرصه شغاله وموجوده. ليه؟ لان على المدى البعيد الذهب طالع. ده مش كلامي، ده كلام الاقتصاد وعلم الاقتصاد هو اللي بيقول كده، والواقع بيقول كده. الواقع اللي كنا بننزل فيه هذه الصفحه اللي انا بتكلم عليها كان جرام الذهب في يوم من الايام كنت بنزل بوستات عند جرام الذهب عند 850 جنيه للجرام. النهارده احنا بنتكلم في 3000 2000. كلام 850 ده كان حضرتك شوف بكام من 3 سنين ولا 4 سنين. النهارده بنتكلم حضراتكم كام. فالنهارده يا اخوانا بعد اذن حضراتكم ما تخلوش حد يشتغلكم، ما تخلوش حد يشتغل. ده بالنسبه للده. بالنسبه للعالمي، العالمي النهارده نستنى صدور البيان بتاع الحاج جرجم، لان الحاج جرجم قاعد عامل زي الفرخه المذبوحه عايز يراضي الجماعه بتوع اللوبي، طالما ان في هيتجه نحو الخفض، طالما بيقول يا هخفض بيلوح نحو الخفض، طالما بيلمح نحو الخفض، طالما بيقول هيبقى في فرص للخفض، طالما ان الذهب بيطلع حضرتك، لان ده بيخلي المستثمر يعزف عن الدولار ويبدا يتجه سريعا الى الذهب. النهارده مؤشرات البطاله اللي طلعت خدت الذهب تاني في حته تانيه، وهتبدا ان هي تاخده وترفعه لحد لحين صدور بيان جديد والحين خروج مؤشر جديد. لسه كل ده احنا لسه بنتخبط في المؤشرات العالمية اللي بتصدر من البنك الفيدرالي ومن المؤشرات القياس ومن وحدات القياس اللي بتطلع على كل المؤشرات اللي هي اللي من خلالها بيتم نهج التداول داخل القطاع الامريكي. نيجي بقى للجزء اللي انا عايز، بس في جزء قبل ما انتقل للعقارات وقبل ما انتقل للسيارات وقبل ما انتقل لكلام خالتي فوزية، عشان برضو اللي هم الناس اللي بتتابعني في مدرسه فكر اقتصادي. يا دكتور احمد ايه اثر مؤشر البطاله على الذهب؟ احنا مالنا ومال؟ احنا الناس دي عندها بطاله، والبطاله عندها مرتفعه، بتأشر ازاي؟ يعني ليه اشمعنى رفعت الذهب المحلي ورفعت الذهب النهارده دلوقتي الجرام اتحرك عند ال 170 عند ال 3170؟ فايه اللي بيخليه؟ وممكن هيوصل ل 200 وممكن هيوصل ل 220، الله اعلى واعلم لسه. طب ايه اللي اشمعنى ايه علاقه ده بيديني مؤشر او بيدي لكل الناس المتداولين ان في ركود موجود داخل الاسواق، فبيعزف الناس نحو اقتناص او اكتناز او امتلاك الذهب، وبيبدا يوجه على المعدن الاصفر، فبالتالي بياخد معايا، فبيحصل زخم. الزخم ده وبيدخل فيه بورصات. دلوقتي في هذه اللحظه انا بتكلم فيها بتوقيت 3 القاهره، النهارده في هذه اللحظه الزخم موجود على نيويورك، كان في زخم كان موجود على لندن من قيمه ساعتين، من قيمه 5 ساعات. دخل معايا حضراتكم، هيدخل معايا برضو في هونج كونج، برضو هيحصل فيه زخم. فهذا الزخم بيؤدي الى انتقال هذا المؤشر نحو المعدن الاصفر نسبة لقلة الثقة في هذا المؤشر اللي طلع معايا وضرب معايا في اتجاه الدولار. فالدولار هياخد معايا اتجاه هابط نسبي، ولكن الذهب لازم يطلع بالثلاثة في هذه اللحظات. بعد البث بتاعي ممكن يطلع بيان تاني يخلبط الدنيا خالص. فاذا من ضمن العوامل اللي بتاثر على الذهب القرارات، المعلومات، المؤشرات، التغيرات والتطورات الجيوسياسيه اللي موجوده، كل هذا وذاك كل ده بيحرك الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. اذا الذهب للزمن، محدش يضحك على حضرتك. خدعوك فقالوا ان الذهب للاستثمار، الذهب لحفظ قيمه الفلوس. حضرتك بتستثمر في السبائك والانصات او الجنيهات. الدهب ده اخر خيار ان انت ممكن تشتغل عليه بالنسبه للجنيهات. بالنسبه لي فانتاستيك المدام وتدلع المدام واهلا وسهلا تلبس حاجه،
حضرتك تجيب الحاجات اللي هي الخام، اللي اسف المنزوعه، المشغولات اللي هي زي الفصوص والنحاس اللي بيتحط او الحديد اللي بيتحط في السوست اللي بتلبس اللي بتاعت الانسيالات والمش عارف الحاجات الكتيره بقى بتاعت السيدات. مش هتكلم كتير، واخواتنا الصاغه طبعا اللي متابعينا عارفين كويس جدا انا بتكلم في ايه. ونصيحه لكل صايغ، لكل صائغ، تمام، لكل محل ذهب، نصيحه: سمعتك اهم من الذهب اللي مركون عند حضرتك على الرف. سمعتك، تبيع الحاجه بما يرضي الله، لان دلوقتي الست حضرتك بتاخد من عندك الحاجه بتفضح بيها طوب، يعني بتنشرها في كل مكان وبتوصل، وانت اللي حضرتك انت اللي بتتضرر في سمعتها. امشي مع السعر، الفوارق اللي بيعملها السوق المحلي عن السوق العالمي ده كده يا اخوانا انتوا داخلين في حته تانيه ما ينفعش. نيجي بقى للجزئيه الاخيره اللي انا عايز اتكلم، الثلاث اجزاء السريعه. السيارات في ركود دلوقتي موجود، ركود عالمي. تسلا بتحاول تغير المواضيع، لان تسلا هي الشركه الرائد والام في اتجاه ومحركات السيارات على مستوى العالم. ابى من ابى، رضى من رضي، تسلا من ضمن الشركات الام او الشركات القائد. ويعني ايه شركه قائده يا دكتور احمد؟ يعني الشركات اللي بتحرك الاسعار، زي عندنا هنا في مصر حديد عز كده، هو اللي بيحرك الاسعار وهو اللي بيحط التوب برايس والداون برايس بتاعه. فانت عندك تسلا، انا عيني على تسلا. بص يا فندم، شوف تصريحات تسلا بتقول ايه وبعد كده بقرر عليها. يعني النهارده لما جاي بيقول احنا بنحاول ان احنا عندنا القدره ان احنا نرفع المبيعات بنسبه 20%، ده بيديني مؤشر ان هو هيخفض في السعر عشان يرفع المبيعات بتاعته. فاذا لما هيغير في السعر يبقى المعروض عنده كتير، وداخل عندي الموسم الجديد بتاع 25 مع الركود اللي موجود، مع العربيات المتلتله اللي موجوده داخل السوق المستعمل. فانت حضرتك انا محتاج اقول لك ايه؟ محتاج اقول لك روح يا فندم اشتري لك عربيه بالغالي. يعني انا مش فاهم. بيزعلوا الجماعه بتوع العربيات وبيتقمصوا، يعني الناس بيزعلوا مني ان انا بتكلم كلمه حق. يا فندم ده مش عليا وعليك. طب ما انت عندك العجل المركون عند حضرتك، ما انت النهارده بتصوت من البارومه، بتصوت من البطاريات، بتصور من الكاوتشات، كل ده بيأثر على العمر الافتراضي بتاع العربيه. انا مش بتكلم بقى على التجار اللي هم الحناتير، لا انا بتكلم على التجار اللي هم البساط، الناس المحترمه. اما الحناتير اضرب واعمل ما يهموش. والسبب اللي يخليني انا وافضل بتكلم كتير جدا في قصه العربيات نسبه للهجوم الشرس، وانا بقى بحب اللي يهاجمني. اللي بيهاجمني على طول راح انا طالع له بقى بالايه؟ بالحجه والدليل والبرهان. ما عنديش قله ادب، ما بحبش الا ولا تهديدات اللي جات لي على الصفحه، وتهديدات وصلت عندي على الصفحه يا جماعه، وصلت لحد يعني السمعه والقذف بالسمعه والشرف وحاجه. على الرغم بروح طنط فكيهه بتاعتهم، تمام، الحمد لله وللحمد، ما يعلمش بالبزنس بتاعي الجن الازرق، ما يعرفش مكاني الجن الازرق، ما يعرفش انا بعمل ايه اللي بالجن الازرق لغير الجن ربنا اولا ثم الجن الازرق. شو الجن لا يمكن ما يعرفش انا بعمل ايه، عشان بس يعني يحاولوا ان هم يخترقوا الخصوصيات ويلفق لك ويعمل لك تعاملاتي مع 6 7 من التجار الكبار في حاجات معينه بعيد خالص عن الفيلم اللي انا بتكلم فيه. فما عندكش اي فرصه ان انت تخترق العبد لله. فانا بقولها كده بس على اللايف، معلش ملهاش، انا خارج النص يا اخوانا، بس عشان دي رساله موجهه للمعلم حنتيره وصبيانه في كل الاتجاهات. احنا ما بنتهددش، وهتاخدوا فوق دماغكم ان شاء الله باذن الله لحد لما تعدلوا الاسعار. ما تعدلتش الاسعار خلاص يا عم، انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. ندخل حضراتكم على العقارات. العقارات قولا واحدا، طالما ان في وافدين عند حضرتك، طالما ان السعر طالع، لان في معروض قليل بالنسبه للناس اللي طالبه، فبالتالي ده بيزود عند حضرتك السعر. مش هنعرف نفك الطلاسم دي لما يجي قرار سياده يا فندم يقول لك والله الجماعه المغتربين الضيوف بتوعنا يرجعوا تاني مكانهم، نشوف الدنيا هتنزل معانا ازاي ويزداد المعروض بالنسبه ليك. ده الموضوع عرض وطلب، مش موضوع توقعات ولا ليه علاقه بالتوقعات. تمام؟ ده بالنسبه للقصه بتاعت العقارات. اتمنى وانت بتشتري العقار بتاع حضرتك تدور على الفرص. في ناس بتعمل فرص يا جماعه بعد اذن حضراتكم، في ناس بتحاول ان هي تبيع العقارات بتاعتها نسبه ان هي تبقى فعلا محتاجه ان هي تبيع. دوروا على الفرص دي، السماسره ما بتلجاش ليها الا للنهايه. عايز اقول لحضراتكم ابعدوا دلوقتي كل البعد يا اخوانا، كل البعد عن اي عقارات بتتناول او بتتناول بنظام الفايده. الفايده طبعا بتبقى الريت بيبقى عالي جدا، واحنا دلوقتي اصلا الفايده بالنسبه للبنك المركزي اصلا مرتفعه، فبالتالي ده بيأثر على الاستثمار بتاعك.
فانا يعني بقول انت لو هتشتري شقه ما كانش معاك فلوسها يعني كامله مكمله، حضرتك ما تشتريهاش. يعني انا مش عارف اقول لك اكتر من كده يعني. بالنسبه للدولار، الدولار يا فندم يعني طبعا في ظل الاحداث المتراكمه وفي ظل المشاكل اللي بتطلع وفي ظل الاحداث والتخبيطات بتاعت جيروم باول، الدولار دلوقتي ملوش، حتى الدولار العالمي ملوش ماسكه. وبالنسبه لي انا محلي يوم ما هيطلع، لو حب يطلع هيزور عند ال 52 وينزل تاني، ممكن يطلع يزور عند ال 55 ويكمل، الله اعلم. بس على كل الاحوال نصيحه لوجه الله، حضرتك الملعب بتاعك مش دولار، ما تلعبش في الدولار. انت مش عشان حضرتك معاك 500 معاك كام؟ معاك 3000 دولار، 5000 دولار، 10000 دولار، 20000 دولار، بقيت انت بس كده، بقيت انت بتاع دولار؟ لا مش كده خالص. ليه؟ لان العناتيل اللي دخلوا ودخلوا لك فاتحين صدرهم بال 100000 دولار، ودخلوا هم اتحبسوا، حضرتك اتحبسوا في الدولار بتاعهم عند ال 70 وال 65. وكنا بننصح وبنقول يا اخوانا الملعب اللي مالكش فيه، ناس باعت مصانعها وباعت قصورها وباعت عربياتها وباعت اطيانها وباعت كل حاجه وراحوا يشتغلوا في الدولار عند 65. اطلع ده الحق، ده طالع هيوصل للثمانينات وهيوصل للتسعينات، راحت الناس تشتري، راحت اتحبست في الدولار بتاعها. هو ده السوق بتاع الدولار يا فندم. ده السوق العالمي بيتحرك بالسنت، بيتحرك بالشلن عندنا بترجمه السوق المصري. تمام. اخيرا مش قادر اتكلم تاني اكتر عن كده، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في لايف تاني ان شاء الله باذن الله. يا جماعه انا طالع بس والله اتكلمت بالقلب ومن القلب للقلب، لان انا حريص على شأن الناس، وهي دي الحاجات المحركات. اما بالنسبه لخالته ام احمد خالته ام احمد، يا خالته ام احمد، يا خالته ام فوزيه، يا خالته ام بطه، ربنا يبارك في حضرتك. حوشه يا فندم وادخري، وعندك الحصاله 10 جنيه في اليوم، حضرتك 300 في الشهر مع 10 افراد من حبايبك تاخديهم 3000، روحوا ارميهم حضرتك فيها. والشاطر يا جماعه اللي يعرف يجيب اي حاجه ياخدها من زيادات المرتب او يشتغل يعني يعني يشتغل شغل تاني ويبدا ان هو يدخر ويجيب دهب ويحط، لان هتيجي فتره لازم ينفتح هذا الكلام على الاستثمار يا جماعه، والناس تشتغل فلوسها، واللي عايز يجيب عقار، اللي عايز يجيب عربيه، اللي عايز يعيش حياته يا اخوانا يعيش. انا سعيد جدا جدا ان انا معاكم، واقول لكم ان شاء الله باذن الله نلتقي في بث قادم ان شاء الله باذن الله. الله عصبونا الحناطير، معلش يا جماعه سامحونا، وان شاء الله نشوفكم في اللايف تاني ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.